السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم شرح كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ مصباح اليزدي. وصل بنا الكلام إلى موضوع الاشتراك اللفظي. قال المصنف: توجد في جميع اللغات بين قوسين إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا كلمات تتمتع كل منها بمعاني لغوية وعرفية واصطلاحية متعددة، وهي تعرف باسم المشترك اللفظي. يقول المصنف: في جميع اللغات إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا. شو يقصد بهاي العبارة اللي هي إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا؟ معناته أنه إحنا استقرأنا، سوينا استقراء، وجدنا أنه أغلب اللغات الموجودة حاليا بيها كلمات، يعني اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، كل اللغات اللي موجودة حاليا استقرأناها وبحثنا بيها، لقينا بيها كلمات. كل لغة من هذه اللغات بيها كلمات. هاي الكلمات تتميز بكونها بيها معاني لغوية متعددة، وبيها معاني عرفية متعددة، وبيها معاني اصطلاحية متعددة. يعني مثلا كلمة العين في اللغة العربية، هاي كلمة العين هي كلمة واحدة متكونة من 3 حروف: العين والياء والنون، ولكن هاي الكلمة إلها 3 معاني أو أكثر. منها العين الباصرة، يعني عندما تقول عين أكو معنى لهذه الكلمة وهو العين الباصرة، هاي اللي عيوننا اللي جاي نشوف بيها يسمونها العين الباصرة. وممكن تقصد بكلمة العين بمعنى الذهب، الذهب أيضا يسمى عين. وأيضا ممكن نقصد بكلمة العين هاي عين الماء، نبع الماء اللي ينبع من الأرض. إذن هي كلمة واحدة ولكن بها معاني متعددة. يقول هذا الأمر موجود تقريبا في كل اللغات إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا. يعني يريد يقول احتمال، يعني العقل ما يمنع أن توجد لغة من اللغات ما بها هذا يعني الميزة أو الاشتراك اللفظي بين الكلمات. بس إحنا حسب علمنا، حسب بحوثنا، وجدنا أنه أغلب اللغات اللي موجودة الآن بها اشتراك لفظي، اللي هو شنو؟ اللي هو كلمة واحدة وبها معاني متعددة. يعني هذه المعاني المتعددة ربما تكون لغوية مثل كلمة العين، وربما تكون عرفية، يعني حتى العرف مرات يعني ناس منطقة معينة أو مدينة معينة عندهم كلمة واحدة، ناس تقصد بها معنى، وناس ثانية تقصد بها معنى آخر، وناس ثالثة تقصد بها معنى رابع. يعني حتى العرف ممكن أن يجعل من الكلمة الواحدة يجعل لها معاني متعددة. وكذلك في الاصطلاح شنو؟ يعني ممكن الاصطلاح طبعا أخواني هو يعني مجموعة من العلماء يتفقون على فد صيغة معينة أو معنى معين لكلمة معينة. مثل علماء المنطق يجتمعون يقولون يابا إحنا ترى نقصد بكلمة المنطق 1 2 3، أو نقصد بكلمة التناقض 1 2 3، نقصد بكلمة العكس المستوي 1 2 3. يعني يجيبون كلمة ويقولون ترى هذا قصدنا من نقول المنطق، ترى نقصد به فلان شيء، وعندما نقول التناقض نقصد به فلان شيء، وعندما نقول العكس المستوي نقصد به فلان شيء. ترى هذا يسمونه معنى اصطلاحي، يعني قوم معينين، علماء معينين، ناس معينين اتفقوا على وضع معنى معين علما لكلمة معينة. هنا المصنف يقول حتى ذولا العلماء أو هاي الفئة من الناس اللي يطلقون معاني أو مفاهيم اصطلاحية للعلوم، يقول حتى ذولا ممكن أن تكون كلمة واحدة عندهم ولكن إلها معاني متعددة. فيقول توجد في جميع اللغات إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا كلمات، هذه الكلمات يتمتع كل من هذه الكلمات بمعاني لغوية، ويتمتع بمعاني عرفية ومعاني اصطلاحية متعددة، وهذه الكلمات تعرف باسم المشترك اللفظي. إذن المشترك اللفظي هو كلمات تتمتع كل منها بمعاني لغوية متعددة، بمعاني عرفية متعددة، بمعاني اصطلاحية متعددة.
عفوا. الآن يعطي المصنف مثال، قال: مثل كلمة العين في اللغة العربية، حيث تستعمل كلمة العين بمعنى العين الباصرة اللي هاي جاي نشوف بها، والعين النابعة اللي هو نبع الماء اللي ينبع من الأرض، والذهب هذا اللي معروف لكل إنسان. فهي كلمة واحدة اللي هي العين، ولكن بها 3 معاني. ثم قال: ولوجود المشتركات اللفظية دور مهم في الآداب والشعر. يقول بالآداب والشعر ممكن أنه هذه المشتركات اللفظية، هذه الكلمة الواحدة اللي بها معاني متعددة، ممكن أن يكون لها دور مهم وجميل في الآداب وفي الشعر. يعني كلمة لها معاني متعددة ممكن يعني تصير على فتشي جميل، فتشي حلو بالشعر. ولكن هذه الكلمات، ولكنها هاي المشتركات اللفظية، ولكنها توجد مشكلات عديدة في العلوم ولا سيما في الفلسفة. يقول ربما يكون للمشتركات اللفظية أهمية وشي جمالي في بعض الآداب والشعر، ولكن هذه المشتركات اللفظية نفسها إذا وجدت بالعلوم أو الفلسفة راح تحدث مشكلات، وراح نعرف ليش تحدث هذه المشكلات. قال: وبالخصوص إذا التفتنا إلى أن المشتركات قد تكون متقاربة جدا بحيث يصعب التمييز بينها. يقول بعض الأحيان تكون المشتركات اللفظية معانيها متقاربة جدا ودقيقة جدا، وبالتالي يصعب التمييز بين معنى ومعنى لنفس الكلمة الواحدة. هنا راح تحدث عندنا مشاكل ويصير عندنا خلط بالموضوع. سين من الناس يفهم هذا المعنى، وصاد من الناس يفهم معنى آخر، وبالتالي هم جاي يتناقشون على فد موضوع معين. هذا يقول له مثلا كما في رقم 6 بالإنجليزي، وشخص واقف أمام الثاني والرقم صاير بنصهم، هذا يقرأ 6 وذاك يقرأ 9، فهنا راح يحدث خلط بيناتهم. فهم اثنينهم يعني كل من جاي يحكي على وجهة نظر معينة وما متفقين على فد صيغة معينة. ما أدري المثال إذا يقرب أو لا، ولكن يقول المصنف: بالخصوص إذا التفتنا إلى أن المشتركات قد تكون متقاربة جدا بحيث يصعب التمييز بينها، وكثير من المغالطات قد حدثت نتيجة لاستعمال مثل هذه المشتركات اللفظية. مثل ما قلنا أنه يعني شخص يقول مثلا أن العين ثمينة، فيجوز هو كان يقصد بالعين، يقصد هاي العين اللي جاي نشوف بيها. السامع ممكن أنه يفهم أنه قصده من العين الذهب، فهنا يصير خلط. طبعا اثنينهم ثمينات، بس أنا ما لقيت غير هذا المعنى اللي إجا ببالي أو المثال اللي إجا ببالي. فهنا راح يصير خلط بين الشخص المتكلم وبين الشخص السامع. هذا الأمر هنا بسيط، ولكن بالعلوم وعند المناقشات والجدالات العلمية والفلسفية راح يحدث مشاكل كثيرة كما سيتضح في البحوث القادمة. قال: وكثير من المغالطات قد حدثت نتيجة لاستعمال مثل هذه المشتركات اللفظية، وحتى أن بعض المفكرين الكبار وأصحاب الرأي قد وقع في هذا الفخ. يعني مو بس الناس العاديين، ممكن مفكرين وعلماء وأصحاب رأي يقعون في فخ المشتركات اللفظية والمغالطة. ولهذا ولكي يتجنب بعض الفلاسفة الوقوع في مثل هذه الأخطاء، قال: ولهذا التزم بعض كبار الفلاسفة من قبيل الشيخ ابن سينا بالبدء بتوضيح المعاني المختلفة للكلمات وتفاوت الاصطلاحات قبل الدخول في البحوث الفلسفية الدقيقة، وذلك للحيلولة دون الوقوع في الخلط والاشتباه. يقول بعض الفلاسفة حسوا بالأمر وقالوا هذا الأمر ممكن يوقعنا في اشتباهات وخلط بين المواضيع، ولذلك كما فعل ابن سينا قال: أني قبل لا أبدي بشرح مواضيعي، قبل لا أبدي بتوضيح وجهة نظري، أحب أبين لكم الكلمات اللي موجودة بكتابي، بمقالي، بحديثي، بخطبتي، أبين لكم معانيها شنو حتى تفهموها، حتى تعرفون أنه أنا من أحكي هاي الكلمة تعرفون شنو قصدي من هاي الكلمة، لا تأخذون القصد اللي أنتم فاهمينه وتتركون القصد اللي أنا أريده. كمثال مثلا ابن سينا عندما يذكر كلمة الممكن يوضح لهم، يقول لهم: يابا ترى أني في هذا الكتاب إذا شفتوا كلمة ممكن ترى أقصد بها مثلا اللي هو يعني الشيء المتساوي
الوجود والعدم، مثل الإنسان اللي هو لا هو واجب الوجود ولا هو يعني واجب العدم، ممتنع الوجود. أقصد به الإنسان أو الشيء اللي ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. فعندما ترون كلمة ممكن في كتابي، فهذا المعنى اللي أنا أقصده، اللي هو من تساوى لديه الوجود والعدم. لا تفكرون بالممكن اللي هذا أنتم تفكرون به كما في أعرافكم، مثلا تقول للشخص، تقول له هذا ابنك ينجح، تقول له إيه ممكن ينجح. لا، ترى هذا معنى عرفي، مو هذا اللي أقصده. فأنتم من تشوفون كلمة ممكن في كتابي، فأنا المعنى اللي أقصده ترى كذا وكذا. عرفتوا ليش؟ حتى ما نقع في خلط واشتباهات. يقول: ولذلك التزم بعض كبار الفلاسفة من قبيل ابن سينا بالبدء بتوضيح المعاني المختلفة للكلمات وتفاوت الاصطلاحات قبل الدخول في البحوث الفلسفية الدقيقة، وذلك للحيلولة دون الوقوع في الخلط والاشتباه. وللمثال، يقول احنا لازم نذكر مثال حتى يتوضح الأمور. قال: وللمثال نذكر نموذجا من المشتركات اللفظية كانت له استعمالات مختلفة بحيث أدت إلى الاشتباه والخلط، وذلك هو لفظ الجبر. كلمة الجبر، يقول: كلمة الجبر في أصل اللغة هو بمعنى الجبران ورفع النقص. الجبران ورفع النقص. يقول باللغة يعني معنى الجبر في أصله، أصل معنى الجبر هو الجبران ورفع النقص. أي شيء ناقص عندما يعني تكمل نقصه، هذا يسمونه جبران. يعني مثلا شخص تعرض لخسارة، صديقك مثلا لا سامح الله تعرض لخسارة مالية في تجارته، أنت تجي تعوضه، تنطي هذا المبلغ، تقول له هاك هذا المبلغ عوض به خسارتك، اسند روحك وبعدين رجع لي اياه. هنا أنت تعتبر شنو؟ أكملت النقص مالته أو جبرت النقص مالته، فيسمونه هنا جبران. فالجبر، يقول المصنف، في أصل اللغة هو معنى الجبران ورفع النقص. زين، هذا في أصل اللغة. ثم استعمل أي الجبر بعد ذلك في تجبير المكسور. في تجبير المكسور، الإنسان من ينكسر عافاكم الله، شو يسوون؟ إذا انفصل عظم عن عظم، يجون يضغطون العظم المكسور ويرجعوه يعني الأخو الثاني، للجزء الثاني من العظم، فيضغطون عليه بحيث يخلونه مساوي كما كان. فيقول المصنف عن يعني الجبر في أصل اللغة هو كان شنو؟ جبران ورفع نقص. بعدين استعمل في تجبير المكسور. فالمكسور عندما يجبرونه، يسوون له جبيره ويعدلون العظم مالته، يضغطون عليه ويعدلوه ويساووه ويرجعوه المكان القديم، فيسمي هذا الأمر جبر. شنو المناسبة؟ شنو المناسبة بين المعنى الأول اللي هو الجبران ورفع النقص والمعنى الثاني اللي هو تجبير المكسور؟ يقول المصنف: ولعل المناسبة في الانتقال يعني من معنى الجبران ورفع النقص إلى معنى تجبير المكسور، يقول المناسبة هو أن تجبير المكسور لون من ألوان رفع النقص، وكأنما الإنسان المكسور أو الشيء المكسور هذا ناقص، يعني تعرض للنقص، شيء مكسور فهو ناقص. فعندما تجبره وتعدله وتساويه وترجعه إلى مكانه القديم، هنا أنت كأنما جبرت نقصه ورفعت نقصه، وبالتالي يكون قريب من المعنى اللغوي الأصلي الأول اللي هو الجبران ورفع النقص. ويحتمل، يقول المصنف، أن يكون قد يعني معنى الجبر أن يكون قد وضع ابتداء لتجبير الكسر ثم عمموه ليشمل جبران أي نقص. يقول ربما الأمر بالعكس، يعني الجبر كان معناه هو تجبير الكسر، يعني الأصل اللغوي. شنو الأصل اللغوي؟ يعني الأصل اللغوي أول ما وضع معنى لكلمة الجبر، يعني كلمة الجبر قالوا احنا عندنا معنى. شنو المعنى؟ أو عندنا شيء مكسور، إيد مكسورة، كرسي مكسور، أي شيء مكسور. هنا احنا راح نسوي نرتبه ونعدله. ايش راح نسميه هاي العملية كلها تعديل المكسور؟ ايش راح نسميها؟ قالوا راح نسميها الجبر. هنا معنى يعني شرح سلس وبسيط، وربما يكون مخل، اعتذر إذا كان كذلك، لمعنى الجبر. فالجبر عندما نقول في أصل اللغة أي أن أول كلمة وضعت لهذا المعنى، وضعت لهذا الحادث، وضعت لهذه العملية. فيقول المصنف: يحتمل أن يكون الجبر، كلمة الجبر، وضع ابتداء لمن؟ لتجبير الكسر، الشيء اللي مكسور. بعدين
عمموا معنى الجبر ليشمل جبران أي نقص، يعني العملية بالعكس، يقول ربما يكون الأصل هو الجبران ورفع النقص وبعدين صار لتجبير المكسور، وربما الأمر بالعكس أنه وضع لتجبير المكسور ثم عمموه ليشمل جبران أي نقص. الاستعمال الثالث، والاستعمال الثالث لهذه الكلمة أي لكلمة الجبر هو الإجبار والضغط. الإجبار والضغط، عندما تضغط على شيء وعندما تجبر شخص معين فأنت شنو؟ أنت تضغط عليه. عندما تجي الشخص معين تقول له لازم تقرأ، لازم تنجح، لازم تسوي لي هذا الفعل الكذائي، أنت هنا جاي تجبره وجاي تضغط عليه. فشنو المناسبة من يعني مناسبة الانتقال من المعنى اللغوي اللي هو التجبير المكسور أو الجبران والنقص إلى المعنى الثالث اللي هو بمعنى الإجبار والضغط؟ يقول المصنف: ولعل المناسبة في الانتقال إلى هذا المعنى، يا معنى الإجبار والضغط، هو تعميم لازم تجبير الكسر. أي لما كان لازم هذا الأمر اللي هو تجبير الكسر، لازمه شنو عادة؟ هو الضغط على العضو المكسور لتلتئم العظام، لذا فقد أطلق الجبر على كل ضغط يسلطه شخص على آخر فيدفعه لأداء عمل من دون اختيار هذا الشخص الآخر. عندنا احنا تجبير الكسر. تجبير الكسر عندما شخص مكسور، عظم يعني فالت من مكانه، فكل عظم يعني مثلا ايده مكسوره، جزء صاير بصفحه وجزء الثاني بصفحه، فانت عندما تريد تجبر هذا الكسر شو تسوي؟ تضغط بايدك بقوه على العظم الفالت وترجعه المكانه. هذا ضغطك على العضو المنفصل او الفالت عن الجزء الاصلي مالته، ضغطك هذا يسمونه لازم تجبير الكسر. يعني تجبير الكسر بلازم يؤدي الى شيء معين. شنو اللي يؤدي الى شيء معين؟ انت ما دامك راح تجبر فاكو شيء لازم راح يصير. شنو هذا الشيء؟ انه تضغط. فالضغط هو لازم علما لتجبير الكسر. هذا اللازم اللي هو الضغط اتعمم على من؟ اتعمم ليشمل كل ضغط يسلطه شخص على شخص آخر فيدفعه لأداء عمل من دون اختياره. لذلك قال المصنف: ولعل المناسبة، والاستعمال الثالث لهذه الكلمة هو الإجبار والضغط، ولعل المناسبة في الانتقال إلى هذا المعنى اللي هو الإجبار والضغط هو تعميم لازم تجبير الكسر. عندنا تجبير الكسر إذا تريد تجبر لك كسر، أو عندنا لازم لهذا التجبير. شنو اللازم؟ يعني اللازم الأمر اللي ينتج أو ينتج منين؟ من تجبير الكسر. عندما تجبر كسر ايد انسان معين مكسوره، شنو ايش راح يحدث؟ راح يحدث ضغط، هذا يسمونه لازم، الضغط يسمونه لازم. اي لما كان لازم هذا الامر عاده هو الضغط على العضو المكسور لتلتئم العظام، لذا فقد اطلق الجبر على كل ضغط يسلطه شخص على اخر فيدفعه لاداء عمل من دون اختياره. فعممنا الضغط اللي هو لازم تجبير الكسر، عممناه مو فقط على تجبير الكسر، وإنما عممناه على كل ضغط في الوجود. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ قد استعمل أولا في المجال الضغط الفيزيائي. يعني في شنو الضغط الفيزيائي؟ يعني من تضغط لك على ايد، تضغط لك على كرسي، تضغط لك على اي شيء، هذا يسمونه ضغط فيزيائي. ثم استعمل في مورد الضغط النفسي، عندما تضغط على شخص نفسيا وتجبره على فعل شيء معين، وبالتالي فقد اتسع هذا المفهوم، مفهوم الجبر، أيضا ليستعمل في أي مورد للإحساس بالضغط ولو أنه لم يكن من جهة شخص آخر. جاي تلاحظون ايش قد تطور مفهوم الجبر وايش قد إلى صارت معاني وهي كلمة واحدة. يقول المصنف: إلى هنا استعرضنا تطور مفهوم الجبر من الناحية اللغوية والعرفية. الآن من الناحية اللغوية استعرضنا وعرفنا شلون تطور مفهوم الجبر، وكذلك من الناحية العرفية. وبقي الآن أن نشير إلى المعاني الاصطلاحية لهذا اللفظ. المعاني الاصطلاحية مثل ما قلنا اللي هي المعاني اللي يتفق عليها مجموعة من العلماء، مجموعة من المتخصصين على تسمية مصطلحات علوم. هم يقولون احنا نقصد بالممكن 1 2 3، نقصد بمن، نقصد مثلا بالتضاد 1 2 3، نقصد بالفاعل 1 2 3. فهاي يسمونها يعني ذن الأمور يسمونها المعاني اصطلاحية.
قال والآن نشير إلى المعاني الاصطلاحية لهذا اللفظ، أي للفظ الجبر في العلوم والفلسفة أيضا. فمن الاصطلاحات العلمية للجبر هو الاصطلاح الرياضي اللي معروف بالرياضيات، عندنا كلمة جبر موجودة بالرياضيات. يقول وهو لون من الحساب الذي تستعمل فيه الحروف بدل الأعداد. يستعمل كلمة جبر في الرياضيات. يقول وهو أي الجبر الرياضي هو لون من الحساب، هو لون من الحساب، نوع من الحساب تستعمل فيه الحروف بدل الأعداد. العادة بالرياضيات أو بالحساب تستعمل الأعداد، ولكن في الجبر تستخدم الحروف. ولعل المناسبة في هذا الاصطلاح، شنو المناسبة اللي انتقل إلها المعنى إلى المعنى الرياضي؟ يقول لعل المناسبة في هذا الاصطلاح هي أنه في المحاسبات الجبرية تجبر الكميات الموجبة والسالبة بواسطة بعضها، أو أن الكمية المجهولة في أحد طرفي المعادلة يمكن معرفتها بفضل الطرف الآخر أو بالنقل لها إلى الطرف الآخر، وهذا لون من ألوان الجبران. وكأنما عندما تقول مثلا كأنما س يساوي 4 مثلا زائدا 5، هنا أنا عندك طرفي مع المعادلة اللي هو س، والطرف الثاني بعد اللي يساوي اللي هو 4 مثلا زائد 5. هنا أنا الطرف الثاني من المعادلة اللي هو 4 زائد 5 من تجمع يصير 9. هذا الطرف راح يجبر الطرف الأول اللي هو السين اللي هو كأنما ناقص لأنه ما برقم، فراح تخلي بمكانه شنو مثلا رقم 9 باعتبار س يساوي 4 زائد 5، فراح تعرف أنه س راح تساوي 9. فكأنما الطرف الثاني اللي هو على اليسار قد جبر نقص الطرف الثاني اللي هو على اليمين وهو س. فيقول المصنف لعل المناسبة يعني في انتقال كلمة الجبر من أصلها اللغوي اللي هو جبران النقص إلى الرياضيات، لعل المناسبة هي هذا، أنه بعض أنه المعادلات الرياضية يجبر بعضها بعضا. قال والاصطلاح الآخر لهذه الكلمة يتعلق بعلم النفس، ويستعمل في مقابل الاختيار والإرادة الحرة. يعني بعلم النفس عندما تقول كلمة جبر فيكون معناها اللي هو في مقابل الاختيار والإرادة الحرة. قد يكون إنسان مختار عنده إرادة عنده حرية، وشخص آخر في مقابلة عكسه شنو هو؟ شخص مجبور. هذا اصطلاح في علم النفس. ويقرب منه أي يقرب من هذا الاصطلاح في علم النفس ما يستعمله علم الكلام اللي هو علم العقائد، علم الكلام اللي علم اللي مختص بالعقائد. يقول ويقرب منه ما يستعمله علم الكلام في مسألة الجبر والاختيار، يعني قريب المعنى اللي يستعمله علم الكلام في مسألة الجبر والاختيار قريب على المعنى اللي يستخدمه علم النفس أيضا، بمعنى أنه الجبر هو في مقابل منه الاختيار وحرية الإرادة. فإذا كان شخص مجبور فعكسه شنو هو؟ مختار. إذا شخص كان مختار وعنده حرية إرادة فعكسه شنو هو؟ مجبور. ذني العلمين علم الكلام وعلم النفس يقول تقريبا نفس المعنى يستخدموه في كلمة الجبر. قال ولهذا اللفظ أي كلمة الجبر استعمالات مختلفة في الأخلاق والقانون والفقه. يقول وتوضيحها جميعا يحتاج إلى مجال أوسع. يقول ما عندنا مجال نوضحها كل هذه الأمور، ولكن هذا اللفظ اللي هو الجبر يعني موجود بالأخلاق، يعني علم الأخلاق، علم القانون، علم الفقه. مثلا إذا شخص يجي واحد يعطيه مسدس ويقول له اقتل والدك كمثال، وإذا ما قتلت والدك هنا أني راح أقتلك أو أيتم عائلتك أو أقتل عائلتك وياك أو أقتل صديقك. هنا هذا الشخص عندما يقتل أبوه أو يقتل صديقه، هنا هل هذا الأمر أخلاقي؟ هل هذا الأمر قانوني؟ هل هذا الأمر يعني يجيزه الفقه أم لا يجيزه الفقه؟ وهكذا من هذه الأمور. فهنا هذا الشخص اللي راح يكون يعني اللي في هذا الموقف راح يكون مجبور. فهنا أيضا الجبر استعمل بمن؟ بالأخلاق والقانون الفقه. يقول المصنف توضيح هذه الأمور يقول يحتاج إلى مجال أوسع، يحتاج إلى يعني شرح أكثر. ومنذ الأزمان الغابرة من قديم الزمان اختلط مفهوم الجبر اللي هو يا جبر في مقابل مفهوم الاختيار بمفهوم الحتمية والضرورة والوجوب الفلسفي. يقول الجبر اللي هو حكينا عنه اللي يعني في مقابل الاختيار، هذا المفهوم يقول منذ الأزمان الغابرة منذ قديم الزمان اختلط بمفهوم الحتمية والضرورة
والوجوب الفلسفي. الحتمية اللي تقول انه يعني يعني ماكو حرية هذا للإنسان، والكون ماشي على سلسلة من القوانين لا يمكن أن تتغير، ويعني حتمية ضروري، شيء ضروري لازم يصير، يعني الإنسان ما عنده قدرة على أن يغير في هذه الأمور. هذا المفهوم يقول كأنما اختلط بمفهوم الجبر، فصار الناس يقول جبر ويقصد به منه الحتمية والضرورة والوجوب الفلسفي، ومرات يقول حتمية وضرورة ووجوب فلسفي ويقصد به شنو؟ يقصد الجبر. يقول فهذا المفهوم الجبر اختلط منذ قديم الأزمان، وفي الواقع فقد استعمل خطأ بمعنى الحتمية والضرورة. يقول في الواقع المصنف حسب رأيه، يقول الجبر استعماله بمعنى الحتمية والضرورة، يقول هذا استعمال خاطئ، كما نلاحظ ذلك في مقابله ديترمينيزم في اللغات الأجنبية اللي هو الجبر، وديترمينيزم باللغات الأجنبية معناته الجبر. وأيضا هذا الديترمينيزم يقصدون به شنو؟ يقصدون به الحتمية والضرورة. فكأنما هذا ديترمينيزم ساعة يقولون عليه جبر، ساعة يقولون عليه حتمية وضرورة. المصنف يقول خطأ، الجبر مو هو الحتمية والضرورة، ولا الحتمية والضرورة هي الجبر. وبالتالي فقد توهم أنه في أي مورد تقبل فيه الضرورة بين العلة والمعلول فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد، والعكس أيضا صحيح. شلون العكس أيضا صحيح؟ يقول فنفي الضرورة والحتمية، إذا ماكو ضرورة وحتمية يستلزم إثبات الاختيار. يقول بعض الناس توهموا أنه أي مورد تقبل بالضرورة بين العلة والمعلول فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد. شلون؟ تقول مثلا أكو بالفلسفة المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع المانع، هاي شنو؟ أجزاء العلة التامة. العلة التامة منين متكونة؟ متكونة من مقتضي، من شرط، ومن ارتفاع مانع، تصير علة تامة. العلة التامة إذا تحققت بكل أجزائها فراح يتحقق المعلول بالضرورة، لازم يتحقق، مستحيل ما يتحقق. مثل ايش؟ مثلا النار، ووجود ورقة يابسة، يعني يابسة ما فيها ما مبللة، يؤدي إلى احتراق الورقة. فعندنا النار هي شنو؟ هي المقتضي. وعندنا الشرط شنو؟ وتحقق الشرط المماسة بين الورقة وبين من؟ وبين النار. فإذا كانت الورقة بعيدة عن النار فأكيد ما راح يحصل احتراق. فإذا الشرط المقتضي هو النار. تحقق الشرط شنو؟ أن الورقة تصير بنص النار، أن النار تمس الورقة. ارتفاع المانع شنو؟ أن تكون الورقة غير مبللة، أن تكون الورقة يابسة غير مبللة. فإذا تحققت هذه الأجزاء، أجزاء العلة الثلاثة اللي هي مقتضي نار، تحقق الشرط مماسة، ارتفاع المانع عدم وجود رطوبة أو بلولة في الورقة، فتكون العلة حينئذ تامة. فإذا كانت العلة حينئذ تامة فلا بد أن يتحقق المعلول. شنو هو المعلول؟ اللي هو الاحتراق. فيقول أن بعض الناس توهموا أنه في أي مورد تقبل فيه الضرورة بين العلة والمعلول فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد، والعكس أيضا صحيح. فنفي الضرورة إذا ماكو ضرورة وماكو حتمية يستلزم إثبات الاختيار. هذا يقول المصنف بعض الوهم الذي وقع فيه بعض الناس. وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفية، ومن جملتها أن المتكلمين يعني البعض يعني خلينا نكمل وبعدين نشرحها. قال وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفية. آثار هذا الوهم اللي تكلمنا عنه ظهرت في بعض المسائل الفلسفية، ومن جملة هاي المسائل الفلسفية أن المتكلمين اللي هم العلماء المختصين بالعقائد قد أنكروا هؤلاء المتكلمين الضرورة الحاكمة بين العلة والمعلول في مورد الفاعل المختار، ثم اتهموا الفلاسفة بأنهم لا يرون الله سبحانه مختارا. المتكلمين علماء العقائد ايش قالوا؟ قالوا ماكو ضرورة بين العلة والمعلول عند الفاعل المختار، وكأنما يفرقون بين الفاعل المختار وبين الفاعل غير المختار. يقولون صحيح بالفاعل غير المختار اللي هي مثل النار، عندما تضع فيها ورقة هنا راح تتحقق أجزاء العلة التامة، وبالتالي ضرورة سوف يحدث الاحتراق، لازم يحدث الاحتراق. النار باعتباره شنو؟ فاعل غير مختار. غير مختار يعني شنو؟ غير عاقل، غير عاقل ما عنده وعي. بينما في مورد الفاعل المختار يقول حتى لو ان وجدت العلة بأجزائها التامة
ممكن المعلول ينوجد وممكن ما ينوجد حسب العلة شنو؟ المختارة، العلة العاقلة، الفاعل المختار، الفاعل العاقل. المن يشيرون إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأنه الفلاسفة شو يقولون؟ يقولون يعني يؤمنون بأنه ما يفرقون، كأنما ما يفرقون بين العلة المختارة والعلة غير المختارة، الفاعل المختار والفاعل غير المختار. يقولون إذا يعني اكتملت أجزاء العلة وصارت علة تامة فلا بد أن يتحقق المعلول. زين؟ هنا الله سبحانه وتعالى هل يعتبر علة تامة وسبب تام لوجود العالم أم لا؟ يحتاج إلى أجزاء أخرى؟ الجواب لا، الله يعتبر علة تامة ما يحتاج أشياء أخرى حتى ينوجد العالم. فإذا كان الله علة تامة فلا بد وبالضرورة أن ينوجد العالم. وبالتالي المتكلمين أو علماء العقائد أشكلوا على الفلاسفة واتهموهم وقالوا لهم انتو جاي تقولون، المتكلمين لمن يقولون للفلاسفة، يتهمون الفلاسفة، يقول لهم انتو جاي تقولون ان الله غير مختار، الله مضطر ما عنده اختيار. يابا ليش؟ يقولوا لهم يابا لأنه أنتم تؤمنون أنه هناك ضرورة بين العلة والمعلول، ضرورة أنه إذا وجدت العلة التامة وتوفرت أجزاء العلة التامة فلا بد أن يتوفر المعلول. فما بالكم بالله، هل هو علة تامة أم ناقصة؟ أيضا يقول الفلاسفة الله علة تامة. يشكل عليهم المتكلمين، يقول لهم إذن ما دام الله علة تامة فلا بد أن أن ينوجد العالم بالرغم يعني من اختيار الله. ربما الله ما يريد يوجد العالم، ولكنه حسب رأيكم وحسب قاعدتكم اللي تقول إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن يوجد المعلول، فهنا راح نطبق الكلام على الله وهو العلة التامة، فلا بد أن ينوجد العالم، وبالتالي الله راح يكون مضطر لوجود العالم حسب رأيكم يا فلاسفة. هاي المشكلة وين حدثت؟ حدثت بسبب من؟ حدثت بسبب أنه الخلط بين كلمة الجبر الواحدة. ومن ناحية أخرى فالجبريون اعتبروا وجود مصير حتمي دليلا على قولهم. وفي المقابل يعني الجبريين اللي هم يقولون أنه الأمور ماشية بالجبر وماشية بالحتمية، والإنسان كل شيء ما يقدر يسوي وما بدينا إلا يعني بعض الأمور البسيطة اللي ممكن أن نختار بينها. يعني جاي نشوف اكو كل انسان يموت، كل شيء متغير، يقول هاي امور جبريه وامور حتميه. هذا دليل على انه احنا شنو؟ دليل على كلامنا. وفي المقابل اكو ناس اللي هم المعتزله انكروا وجود المصير الحتمي، لانهم يقولون باختيار الانسان، يقولون ان الانسان مختار مطلقا بكيفك الشيء يريد يسوي. طبعا اكو طرف ثالث ان وجد، او راي ثالث اللي هو راي اهل البيت، اللي هو يقول لا جبر ولا تفيض، ولكن امر بين امرين. قال المصنف بينما لا يوجد في الواقع ارتباط بين الجبر وحتمية المصير. يقول حتمية المصير وحد، والجبر كلمة الجبر مفهوم معنى الجبر وحد، كل وحدة لها معنى يختلف عن الآخر. وفي الحقيقة فإن هذه المشاجرات والعركات الممتدة في أعماق الزمن، العركات من عندي، قالوا في الحقيقة فإن هذه المشاجرات الممتدة في أعماق الزمن قد حدثت نتيجة للخلط بين مفهوم الجبر وبين مفهوم الضرورة، فعدوا أن الجبر هو يعني الضرورة والضرورة هي الجبر، وهذا من الأمور الخاطئة. قال ونموذج مؤسف آخر، مثال آخر، وهو أن بعض علماء الفيزياء قد شككوا أو أنكروا الضرورة السائدة بين العلة والمعلول في مورد الظواهر الميكروفيزيائية. وفي المقابل حاول بعض العلماء المؤمنين بالله في الغرب أن يثبت وجود الإرادة الإلهية بواسطة نفي الضرورة في هذه الظواهر، متخيلين أن نفي الضرورة وإنكار الأصل ديترمينيزم اللي هو الجبر في هذه الموارد يستلزم إثبات قوة مختارة تدبر شؤونها. يقول حتى في مجال الفيزياء البعض شكك أنه قال ماكو ضرورة بين العلة والمعلولة في مورد الظواهر الميكروفيزيائية، يعني الذرات أو شيء، يقول ماكو هنا ماكو علة ومعلول، الأمور تمشي كأنما فوضى. بالمقابل أكو بعض المؤمنين العلماء المؤمنين قالوا لا، أن وجود الإرادة الإلهية ينفي وجود الضرورة في أو عفوا المؤمنين بالله في الغرب أرادوا أن يثبتوا وجود الإرادة الإلهية بواسطة من؟ بواسطة نفي الضرورة في هذه الظواهر، متخيلين أن نفي الضرورة وإنكار الأصل اللي هو الجبر ديترمينيزم في هذه الموارد يستلزم إثبات قوة مختارة تدبر شؤونها. هذا أيضا يقول المصنف نموذج مؤسف للخلط بين هذه الكلمة وكلمات أخرى. الحاصل
هذا كل الكلام يقول الحاصل أن وجود المشتركات اللفظية مثل كلمة الجبر وغيرها، ولا سيما في الموارد التي تكون فيها المعاني متشابهة ومتقاربة، قد أدى إلى إشكالات في البحوث الفلسفية، وتتضاعف الصعوبات فيما لو استعمل لفظ بمعاني اصطلاحية متعددة وذلك في علم واحد، كما نلاحظ هذا في مورد استعمال كلمة العقل في الفلسفة واستعمال كلمتي الذاتي والعرضي في المنطق. يقول الإشكالات راح تتضاعف إذا كانت كلمة واحدة إلها معاني متعددة في علم واحد. مرة كلمة واحدة إلها معاني متعددة، يعني إلها معنى في علم المنطق، وإلها معنى آخر بمن في علم الفقه، وإلها معنى ثالث في علم الفلسفة. يقول هذا يعني بباب وجواب. يقول بس المشكلة راح تتعقد أكثر عندما تكون كلمة واحدة في نفس العلم، مثلا في نفس الفلسفة كلمة واحدة إلها معنيين، مثل كلمة العقل بالفلسفة. كلمة العقل يعني إلها أكثر من معنى. العقل بمعنى الملائكة بالفلسفة، عندما يقولون العقل يقصدون بالملائكة، وإلى معنى ثاني اللي هو هذا العقل الشيء المجرد عن المادة القريب من الروح. فهنا نشوف علم واحد اللي هو الفلسفة بمصطلح واحد اللي هو العقل، ولكن بمعاني متعددة. يقول هنا راح تتعمق المشاكل بعد أكثر، وكذلك استعمال كلمتي الذاتي والعرضي في المنطق كما هو الحال في الفلسفة. أيضا هنا شنو يعني مشترك لفظي، ويوجد مشاكل واختلاطات عجيبة غريبة في هذا الفن. وبهذا تتضح ضرورة بيان المعاني المشتركة وتعيين المعنى المقصود في كل مبحث. هذا الحكي كله اللي حكيناه كله مقدمة حتى شنو، حتى من نسولف بالبحوث الجاية عن الفلسفة نعرف كل كلمة شنو معناها على مود ما يصير خلط بالأذهان. وبهذا تتضح ضرورة بيان المعاني المشتركة وتعيين المعنى المقصود في كل مبحث. هذا هو تمام الكلام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.